مبدئيًا كده الفيديو ده ليكِ لو أنتِ عايزة تشتري غسالة أطباق وفي أسئلة كتير جدًا في دماغِك محتاجة حد يجاوبِك عليها. في الفيديو بتاع النهارده هاجاوبِك على كل الأسئلة اللي في دماغِك، وحرفيًا من بداية إنِّك تشتري عدد أفراد إيه وماركات إيه، إلى أن المسحوق اللي بتستخدميه إيه. تعالوا النهارده نبتدي الفيديو، بس لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي فاطمة، باعمل فلوجات وريفيوهات كتير أكيد هتفيدِك، مش تنسي تشتركي في القناة وتعملي لايك وشير كتير للفيديو. يالّا بينا نبتدي. أول حاجة معانا غسالة أطباق بيكو ودي بتبقى 15 فرد، مش باتكلم عن بيكو عامةً، باتكلم عن الغسالة اللي بتبقى 15 فرد. أولًا بيبقى العرض بتاعها 60، العمق بتاعها 60، الطول بتاعها بيبقى 85. مثلًا بيكو دي بتبقى عبارة عن 3 باسكت زي ما أنتم شايفين كده، رف للمعالق والشوك والسكاكين، والرف التاني للكوبايات، والرف التالت للحلل والأطباق. عدد السنون اللي بتبقى بتاعة الأطباق بتبقى عبارة عن 15 فرد، وده اللي بيفرقها عن كل غسالة. يعني الغسالة اللي بعديها دي غسالة 12 فرد، دي بوش وديجيتال وبتبقى كلاس بي. تعالوا بقى نفتح نشوفها من جوه ايه الفرق بينها وبين الغسالة الغسالة ال 15 فرد. دي مثلا العرض بتاعها برضو 60، العمق بتاعها 60، الطول بتاعها 85. بس دي عبارة عن 2 باسكت، يعني كل موديل بيختلف في التاني. طب سؤال بقى، هل ال3 رفوف أفضل من الرفين؟ أنا من وجهة نظري ما بتفرقش كتير، لإن في ناس بتشتكي إن ال3 رفوف إن الرف بتاع الشوك والمعالق والسكاكين ده بياخد مساحة، في ناس بتفضّل تقول لك لأ مهم جدًا، فهو الموضوع نسبي، بس مش هنوقّف عليه. يعني لو أنتِ الميزانية مش سامحة إن مش تجيبي 3 رفوف ما فيش أي مشكلة. دي مثلًا بوش 13 فرد، وبتبقى عبارة زي ما أنتم شايفين كده 3 رفوف، يعني مش على حسب عدد الأفراد، لأ بتبقى على حسب الموديل وعلى حسب الماركة. دي بوش 3 أفراد برضه نفس الموضوع، العرض 60، العمق 60، الطول 85. دي 13 فرد. بيفرق برضه السنون بتتني والّا ما بتتنيش. إيه يعني إيه السنون بتتني والّا ما بتتنيش؟ طبعًا السنون بتتني أفضل من إن السنون ما بتتنيش، لإنِّك بتاخدي حاجات أكتر ومساحة أكبر. دي مثلًا كانت بيكو 14 فرد، برضه بتاخد 14 طبق وبرضه نفس المساحة، العرض 60، العمق 60، الطول 85. دي مثلًا غسالة أفراد، غسالة أطباق 10 أفراد. دي بقى بتبقى غيرهم، ال10 أفراد بتبقى العرض 45، الطول 85 برضه نفس الطول. برضه بتاخد 10 أطباق وبتاخد حِلَل، وب فيها مكان للمعالق، الباسكت ده بيبقى معاها وده بيبقى موجود في كل غسالة. طيب أنا بقى أشتري إيه؟ أنتِ برضه مش قُلتِ لي أشتري 10 والّا 12 والّا 14 والّا 15؟ طبعًا ده بيفرق على حسب الميزانية بتاعتِك، وبيفرق كمان على حسب المساحة الموجودة في المطبخ بتاعِك. لازم تقيسي وتشوفي المساحة الفاضية، وتعرفي هي هتستوعب 45 سنتي والّا هتستوعب 60 سنتي. وإيه الفرق بقى بين ال10 وال12 وال14 غير عدد الأطباق، وغير إن السنون بتتني أو ما بتتنيش. اللي بيفرق كمان عدد البرامج، وكمان استهلاك الكهربا، تبقى class A والّا B. طبعًا أفضل حاجة class A أو B. طيب إيه الحاجات اللي بنستخدمها في غسالة الأطباق؟ أول حاجة طبعًا الزجاج، تاني حاجة الستانلس بيدخل عادي غسالة الأطباق. يُفضّل إن الزجاج يكون يعني من الماركات النضيفة، لإن لو من الحاجات اللي بتبقى مثلًا ب25 جنيه أو كده، أو الحاجات الرخيصة، بعد فترة لونها بيغيّر، لكن لو النوع نضيف ما بيغيّرش ولا أي حاجة. الستانلس بيدخل عادي جدًا. الصاج كمان، الحلل الصاج بتدخل عادي جدًا، أي نوع وأي ماركة بيدخلوا عادي جدًا. بس مش تجيبي إن أنتِ تكوني متوسخة جدًا وتروحي جاية مدخلاها غسالة الأطباق، يعني برضه بتتنقع، يعني انقعيها شوية لو هي في حاجة لازقة فيها أو كده، وشيلي اللي فيها وبعدين تحطيها في غسالة الأطباق عادي جدًا. الجرانيت والسيراميك برضه بيدخل غسالة الأطباق وما بيجرالوش أي حاجة. طبعًا لو الماركة بتبقى رخيصة أوي، مع الوقت يعني بتتجرّح شوية، لكن لو الماركة نضيفة ما بيجرالهاش أي حاجة. أنا بقى لي سنين بادخّل التيفال كمان والجرانيت وما بيجرالهوش أي حاجة. التيفال بيدخل كمان غسالة الأطباق، برضه ما بيجرالوش أي حاجة لو الماركة نضيفة. لو الماركة يعني رخيصة شوية، بعد فترة بتتجرّح معاكِ. وإيه اللي كمان بيدخل غسالة الأطباق؟ الفخار.
بيدخل كمان غسالة الأطباق عادي جدًا، ما بيجرالوش أي حاجة. برضه هاقول لِك لو أي حاجة لازقة في الحلة بتاعتِك أو في الطاجن أو أي حاجة لازم تتنقع الأول، يعني أنتِ نَفْسِك لو هتغسليها على إيديكِ لازم تنقعي الحاجة، ما هي مش ساحرة يعني مش هتتشقلب وهتنضفها لنا. يعني لازم لو يُفضّل يعني إنِّك تكوني ناقعة الحاجة لو في حاجة لازقة جامد جدًا. البايركس بيدخل الغسالة عادي جدًا، وما بيجرالوش أي حاجة، وطبعًا الأكل اللي بيتعمل فيه بيبقى صحّي جدًا، وما بيتخدش ولا أي حاجة. في حاجات كتير جدًا بتدخل غسالة الأطباق الحمد لله، ودي ميزة مهمة جدًا. البورسلين كمان بيدخل غسالة الأطباق وما بيجرالوش أي حاجة. طبعًا البورسلين سواء أطباق أو بولات أو أي حاجة، كل حاجة بتدخل غسالة الأطباق عادي جدًا، مش بيجرى له أي حاجة وما بيأثّرش عليه. كمان البلاستيك، بس البلاستيك هو بيبقى يعني تشوفي من ورا بيبقى في علامة المثلث دي إن هو يدخل الميكروويف أو يدخل غسالة الأطباق، لإنه لو نوعه رخيص جدًا مع درجة الحرارة العالية ممكن يسيح، فلازم تتأكدي من ورا إن هو يبقى عليه علامة زي المثلث كده ومعمول 5 كده إن هو كده ينفع يدخل غسالة الأطباق أو الميكروويف عادي جدًا، يعني البلاستيك الصحّي. الحاجات بقى اللي ممنوع تدخل غسالة الأطباق وهي الأطباق الخشب مثلًا أو المعالق الخشب، فما ينفعش طبعًا تدخل غسالة الأطباق. زي ما أنتم عارفين إن الخشب ما ينفعش يتحط حاجة فيها مَيّة كتير، لإن البرامج في برنامج ساعة وفي برنامج ساعتين، ما ينفعش الخشب يتعرّض للمَيّة كتير. الحاجات كمان الممنوع إنها تدخل غسالة الأطباق وهي الألمونيا. في ناس بيدخّلوها بس هي بتطوّس وبيبقى شكلها وِحِش جدًا وبتبقي عايزة ترميها في الشارع. يعني أنا ما بافضّلش أبدًا إن الألمونيا تدخل غسالة الأطباق، لإنها بتتفاعل وبتتطوّس وبتبقى بعد كده بتبوظ وبتبقى مش نافعة. طيب في ناس كتير بقى سألوا الشفشق بتاع الخلاط بيدخل غسالة الأطباق والّا لأ؟ في ناس بتدخّله، بس هو بعد فترة بيبوظ، لإن المَيّة بتتخلّل ليه من كل مكان، تيجي بقى تحطّيه في الكهربا تلاقيه بعد كده باظ وممكن يبوّظ الخلاط كلّه. فأنا مش من أنصار إنِّك تحطّي الشفشق بتاع الخلاط في غسالة الأطباق. الكبّة بتدخل عادي جدًا طبعًا من غير الجزء بتاع الموتور اللي فوق، لأ الكبّة دي لإن هي السكينة بتاعتها خارجية زي ما أنتم شايفين كده متحركة، لأ بتدخل غسالة الأطباق عادي جدًا وما بيجرالهاش أي حاجة، هي أصلًا بيبقى بتنفع تدخل غسالة الأطباق من البلاستيك المقوّم. طيب الطقم الصيني، في ناس كتيرة بقى جدًا سألوا على الطقم الصيني ده. بصراحة هو لو فيه دهبي بس نوعه نضيف، يعني أنا باحطه بس مش كتير. ف مع الوقت مع يعني مثلًا 5، 6 سنين كده اللون بيروح شوية. طيب إيه اللي بيبقى عندِك لازم يتوفّر عندِك علشان تشتري غسالة الأطباق، لازم يبقى في صرف في المطبخ أو تحطيه في صرف الحوض، يعني ينفع الاتنين. طبعًا تسألي السباك في الموضوع ده. الصرف بيبقى عامل زي بتاع غسالة الهدوم كده، ده بيبقى شكل الصرف. طيب إيه المسحوق اللي بتستخدميه؟ أنتِ بتحتاجي مسحوق بودر أو أقراص، وبتحتاجي كمان زيت، وبتحتاجي الملح. مش الملح العادي، الملح بتاع غسالة الأطباق، ده اللي بتحتاجيه علشان دي الحاجات اللي بتحطيها في الغسالة بتاعتِك. وبتحتاجي كمان الملمع اللي تغسلي بيه الغسالة كل شهر، طبعًا ده اختياري أو ممكن في طريقة تانية هاحطها لكم في التعليقات تحت. بس وبكده يبقى خلص الفيديو بتاعنا، حاولت ألِم لكم على قد ما أقدر، أشوفكم على خير.